برحب بالساده المشاهدين في بيت المشاهير. النهارده معانا حلقه جديده وضيف جديد زي ما عودناكم كل يوم. معانا النهارده الشيف مي. اهلا بيك يا مي. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الساده المشاهدين كلهم. يا رب تكون ان شاء الله النهارده حلقه خفيفه عليكم، ويا رب النهارده اقدر افيدكم بحاجه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا مي بقى، جت معاكي فكره الطبخ دي ازاي؟ يعني هي دراسه، هوايه، انت حباها؟ بصي، هي بصراحه يعني هوايه من وانا صغيره. كانت ماما ساعات بتسيبني بقى اخش المطبخ، انا واخويا بنخش نعمل حاجات بقى. انت عارفه بالليل الجوع بقى بيخليكي بقى تقومي وتعملي وتسوي. انا هي واخويا اصعب حاجه بالليل قوي دي في الموضوع ده. نقوم بقى بالليل نعمل عشاء، نعمل ده نعمل ده. هو الاكل ما بيحلاش الا بالليل. معودانا على المساعده، ان احنا نساعدها، هي تعمل الغدا احنا الفطار والعشاء، فكنا مع بعض يعني. أيوة. فالمطبخ حبيته بقى من صغري، فلما كبرت بقى حبيت ان انا انمي الموضوع ده. فقلت بقى اخش بقى فجت معاكي من هنا يعني. انت دخلتي المطبخ من وانت صغيره فحبيتي الموضوع. هي حب يعني حب للمطبخ وحب ان انا اعمل واخش مطبخ يعني. بس عايزه اقول لك انا احب اطبخ، بس ان انا اروق واغسل مواعين ما احبش الموضوع ده. كل اللي بيطبخوا كده حقيقي بجد. ودايما اقول يعني طالما انت حابه المطبخ هتطلعي حاجه فظيعه يعني بجد. يعني هو لازم تكوني حابه الموضوع. فعلا فعلا. لما بخش ساعات كمان بقى يعني مثلا المعروفه ان الاكله دي بتتعمل 1 2 3، لا انا بحب احط من عندي التاتش بتاعي زي ما ده لازم بقى، ده اللي بينجح. كمان بقى يعني كل واحد كمان في حاجه انا بحب احطها. يعني كل واحد بيبقى ليه ميزه في حاجه معينه او مميز. انت ليكي حاجه مميزه فيها اكل يعني؟ والله يعني الحمد لله. المكرونه البشاميل اولا حاجه اساسيه كده، هم بيحبوها جدا مني. عندي مثلا لازم يطلبوها بالاسم في العزومات بتاعه رمضان. الحمام الكداب، بصي يعني الحمد لله حاجات كتير بحب اعملها. اتعلمت كمان ورق العنب السوري بقى، اليالانجي ده حاجه يعني حاجه جميله جدا. حاجات كتير يعني الحمد لله. انا شايفه انت جايبه لنا حاجات حلوه وهتعملي حاجات كويسه. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. ان شاء الله. انت بتعملي عزومات بقى، متعوده ان انت تعملي عزومات وكميات كبيره؟ ايوه. ما هو انا الاول كنت يعني لما حبيت بقى كده دخلت سياحه وفنادق. لما دخلت سياحه وفنادق حبيت بقى ان انا اتعلم. فاثناء الدراسه بتاعتي دورت على شغل يفيدني في المجال ده، بحيث ان انا لما اخلص يبقى عندي خبره، وفي نفس الوقت اتعلم واخد الموضوع ده ان هو هوايه وحب وكل حاجه وعلام. دخلت بقى يعني انت درستي يعني درست. حبيتي الموضوع ودرستيه. برافو عليكي. درست سياحه وفنادق، بعدين دورت على شغل. دخلت بقى اتعينت في نادي سبورتنج. كنت نازله الاول على شيف بيتزا بقى صغنونه كده، لسه عندي 19 سنه. صغيره. دخلت على شيف بيتزا، وبعدين بقى قررت ان انا بقى دخلت في مطبخ وسخن وتعلمت حاجات كتير جدا. قعدت في البيت بقى، اتجوزت طبعا، ده جالي فرصه يعني بعد حلوة. ما اشتغلتي كده ودخلتي مجال كبير قعدتي؟ ما هو 7 سنين. بعد 7 سنين جواز بقى يعني الحمد لله حصلت فرصه حلوه ان انا اتعرفت على زوجي، كان زميلي في الشغل. احب اشكره طبعا ان هو جابني هنا. انا شايفاه بيدعمك وشايفاه هو معاكي وواقف جنبك يعني. الحمد لله يعني هو الحمد لله ربنا يخليه لي يا رب، وبشكره على كل حاجه حلوه بيعملها معايا. ربنا يخليكم لبعض. الله يخليكي. يعني هو من اهم الداعمين ليكي بقى يعني انت. الحمد لله. هو اللي بيشجعني في كل حاجه، وهو اللي دايما يبقى معايا ويقول لي اعملي كذا. ودايما حتى مثلا هو عنده حته ان هو مثلا لو في حاجه يقول لي لا مي خلي بالك المره دي الحاجه دي ناقصه كذا، المره الجايه خليها تبقى احسن. عارف يعني بيديني حافز ان انا بعد كده ابقى احسن. بيخلي باله مني، بيشوف الحاجه مثلا لو طلعت بيديكي طاقه ايجابيه كده ودافع ان انت تكملي وتطلعي حاجه كويسه فعلا. ويعني انا هقول لك برده ان انا اشتغلت، فلما باجي حتى كمان اشتغل اطلع اوردر يقول لي وريني عملتي ايه، ده كذا، لا ده اعملي احسن. انت بتعملي اوردرات كمان يا مي؟ طيب ده حاجه كويسه. في حاجات كتير. ماشي. حاجات كتير هتعرفوها. انا معاكي، اتكلمي براحتك. وهتعرفوها في مطبخ ميوش كمان. طيب. بس فكل دوت بقى خلاني بقى عندي حافز وعندي هدف كبير كمان ان انا يعني الحمد لله احب الموضوع ده. قررت بقى ان احنا خلاص اتجوزت، وبعدين ربنا رزقني باطفال. فالاطفال بقى مع الشغلانه دي شاقه، مش هتديكي مساحه ان انت تشتغلي ويبقى عندك بيت وام. هتاثري. فانا ما ينفعش اقصر يا في بيتي يا في شغلي. فاتجهت ان انا اخلي بالي من بيتي واولادي. فقررتي بقى ان انت تشتغلي من البيت او تعملي صفحه تشتغلي على السوشيال ميديا يعني وتشتغلي اوردرات من البيت. كانت الاول مش هدف ده. الهدف ان انا لقيت اخت جوزي بتقول لي الله انت بتعملي اكل حلو، طب ما تعملي صفحه وتفيدي الناس. قلت لها حلو قوي الموضوع. لقيتها بقى عملت لي الصفحه وفرحتني ومش عارف ايه عشان الناس تستفاد من وصفات. كل ما اعمل اكله حلوه اروح مصوراها بصوره حلوه ومنزلاها. كل ما اعمل يقولوا لي الله، واشوف الناس بتقول لي اعملي كده وحلوه قوي. بقيت الاقي بقى حد يسالني طب ده اعمله ازاي، ده اعمله ازاي، اروح اعمله. طبعا بقى في حمل وولاده وكده لقيت ان في اكلات كمان بسيطه بتخطر على بالي. يعني مثلا اكله الحله الواحده دي مش عارفه اروح عامله كل حاجه مع بعض. يعني انت ممكن يعني تخترعي اكله
اخترعت بقى يعني باستا ممكن سي كده فود يجي دي. في دماغك فكره اه وتطلعي اكله تبقى انت اللي عاملاها؟ عملت، بصي هي انا ما شفتش بصراحه، يعني بحق الله ما شفتش حد عاملها. النودلز السي فود دي كانت اختراع من عندي اصلا يعني. انا بعمل كده. بحب جدا ادخل المطبخ الاقي دي حاجه، لا احط، طب وايه المشكله لما اجرب احط ده؟ لو حطيته هيطلع احلى. فبالتالي بقى قررت ان انا اعمل كده، لقيت الموضوع عاجبني جدا. حلو. بيبقى حلو ان انت فالموضوع ده تعملي حاجه حلو لما من حد يدوق دماغك منك وتطلعيها الاكل. كمان حلوه. اه لما حد يدوق منك الاكل يلاقيكي مميزه في حاجه، الله ده انا كمان عملت تورت. يعني انا كمان يعني اشتغلتي اول مره حلواني كمان. اول مره كان عيد جواز ليا، عملت تورته صغنونه طلعت تجنن تجنن. كله قال لي الله طب ما تعملي. لقيت نفسي اتجهت برضو لمجال التورت، بقيت اعمل تورت وابيعها. هتلاقوها حتى كمان على صفحه مطبخ ميوش. لا ده انت شاطره خالص بقى يا مي، والله يعني انت بالبندق بتعملي والكراميل حلويات والمانجا واكل. يعني انت شيف سخن صح؟ لما بقى خلصت بقى وانا كنت صغنونه عندي 19 سنه الاول شيف بيتزا. بعدين بقى اتعلمت وخلصت كل ده. بعدين بقى دخلت بقى في مطعم سوري، هو في نادي سبورتنج. نقلت المكان تاني بقى سوري اسمه ورد الشام، ده بقى هو ده اتعلمت برضو السوري. يعني انت اتعلمتي من كل حاجه، يعني من كل بلد خدتي حاجه مثلا. برافو عليكي. وحتى السوري يعني المصري والشرقي وكل حاجه والحلواني وكل حاجه، حتى السوري كمان اتعلمت منه الفتوش والتبوله والسلطات واليالانجي وكل الحاجات دي. ما شاء الله عليكي. الحمد لله يعني. حلو قوي. بصي كل ما الواحد بيلف وبيروح هنا وبيروح هنا بيتعلم حاجات كتير طبعا وبتاخدي خبره، والحاجات دي بتنفعني في البيت. يعني انا بتنفعني كشغلي، ان انا دلوقتي الحمد لله عملت شغل، وبتنفعني في بيتي، بتنفعني في العزومات، بتنفعني في شكلي قدام الناس. يعني الحمد لله ان انا مثلا الناس بتحتاجني ان انا اشرفهم، فدي في حد ذاتها الحمد لله شرف ليا. مي اكتر مكان استفدتي منه ايه؟ يعني اشتغلتي فيه واكتسبتي خبره كبيره، يعني حسيتي ان انت خدتي منه حاجات كتير وخبره؟ بصي هو تريانو ده معروف ان هو يعني تريانو ده التاريخ، هو المدرسه، هو الاساس، هو اللي بيديكي كل حاجه. الناس الكبيره اللي فيه هم اساتذه. يعني اسالي في اي حته كده يقول لك تريانو ده عايزه تتعلمي صح روحي تريانو، هو ما شاء الله عليهم في كل حاجه. فهو ده اكتر مكان فادني. يعني طبعا سيبك من الاماكن التانية وكل اللي انا اشتغلت فيه والحاجات دي، هو ده اكتر مكان بيعلم، اكتر مكان بيفيد، اكتر مكان بيديكي ان انت تتعلمي. مش رايحه تشتغلي بس، مش رايحه تقضي وقت بس، لا كل مكان وكل حفله او كل مناسبه او كل حاجه كنت بستفاد منها واطلع بحاجه كبيره. اللي هو الحاجه دي بقت سر معايا انا، سر من اسرارك انت، فاهمه؟ هو الشغل بيفيدك اكتر كمان من الدراسه، من انك انت دارسه. يعني انت الدراسه بتفيدك ان انت معاكي سياحه وفنادق. ايوه بس اكتر حاجه بتاخدي منها خبره اللي هي ممارسه المجال نفسه. بالممارسه كل ما تمارسي الحاجه كمان وتطبقيها عملي كل ما هتفيدك بالظبط، اكتر من ان انت تشوفي نظري مش بيفيد. انما العملي لما تعملي الحاجه هتحفظيها. حتى مثلا مقادير يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، عملت الاكله وشفتها كده بعيني مش هستفاد قد ما انا هعملها بايدي. تعرفي تعملي مقادير يا مي؟ اصل انا ممكن اعمل مقادير كده. بصي هي اصلا يعني الحمد لله ممكن اخد مضمون الوصفه واجمع مقادير. الحلويات بس اللي لازم ستاندرد بالظبط، لازم بالشعرايه بالسكريايه كده، هي كده. انما الاكل بتاعنا الحادق والسخن والحاجات دي لا، مش محتاجه مقادير. انما مثلا انا كمان في رمضان كنت بعمل كحك وبسكوت وغريبه وبيتي فور وصابليه والحاجات دي كلها. بتعملي كل جميع الحلويات يعني. هتلاقيها على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك في مطبخ قولي لنا بقى اسم صفحتك ايه عشان اللي حابب الكحك كمان، يعني عشان افيد واستفيد. يعني انا حتى كمان الميزه فيا ان انا مش عامله الصفحه ان انا ابيع بس، لا انا بفيد الناس. هي كانت الاول الغرض منها ان انا افيد. بنوته مثلا انا وصفه بسيطه، لا اتعلميها بالطريقه دي. بعدين لما قررت ان انا برضو يعني بعد ما انا قررت ابيع او اشتغل برضو بنزل وصفات، بنزل الاكله بوصفتها، عشان مثلا ما بقاش اللي هو يقولوا مثلا لا هي بتبيع بس ما بتفيدش الناس او بطلت. لا يعني بتنزلي وصفات وبتعملي اوردرات. وببيع الكحك وبروح اقول لهم طريقته كذا 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 كذا. يعني ما ببخلش على اللي قدامي في كذا صفحه كده شفتها بتعمل كده. لا بصي طول ما انت بتبخلي على اللي قدامك بمعلومه دي مش حلوه. انما لما تطلعي اللي جواكي واللي قدامك يستفيد دي حاجه كويسه جدا. الناس تستفيد منك. طبعا طبعا طبعا. اسم صفحتك ايه بقى عشان اللي حابب يدخل؟ يشرفوني وينوروني طبعا. صفحتي على الفيسبوك انا ما عنديش في اي حته تانية، هي على الفيسبوك مطبخ ميوش بالعربي، هتلاقوها مكتوبه كده مطبخ ميوش. والاعلان بتاعها هتلاقي تورته مانجا طبعا، عمايل ايديا وفراخ وحاجات كده، هي دي صفحتي. ان شاء الله يشرفوني وينوروني. لو في اي حد حابب يسالني على حاجه يلاقيني موجوده. خلاص احنا كده فقرتنا هنا في الصالون خلصت، وهنقوم بقى على فقره المطبخ. ماشي. انا اصلا ونشوف مي بقى هتعمل لنا ايه. انا سعيده بيكم بوجودي معاكم والله حبيبتي، ربنا يخليكي، انت جميله ومنورانا. ونشوف بقى هتبدع ايه في المطبخ مي. يا رب يعجبكم.
شاء هنعمله الله. النهارده حاجات جميله وحاجات بسيطه، يعني برضو عشان رمضان ووقته ضيق وحاجات كده ان شاء الله يكون حاجات بسيطه. وفكره البرنامج ان احنا نخلص الاكل ونروح نطلعه لله دي حاجه رائعه بصراحه، حقيقوا عليها ما الحمد شاء لله. الله. يلا بينا على المطبخ. يلا بينا.